السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو استثنائي مع واحد الكرغولي و مع واحد الأستاذ جامعي مغربي. وشوفوا الدق ديال بصح. ولكن الإخوان بغيتكم تشوفوا الفيديو حيت زوين 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 في الاخر ديال الفيديو. يعني درت لكم واحد الحاجه زوينه بزاف بزاف بزاف، وغتبقى متورخه للعالم بأسره، غتبقى متورخه للعالم بأسره. الأسود المغاربة، نحن الأسود فيما مشينا في أوروبا، في أي بلاصة حنا أسود الحمد لله. المهم الإخوان، الله يرحم بها الوالدين، درنا لايك والاشتراك باش يعني 4 سنين الإخوان هادي، والقناة يعني ما كتطلع ما كتهبط ديما وانا باغي نطلعها واخا 500 شويه للفوق. الله يرحم بها الوالدين في هاد العواشر هادي. اللي شاف هاد الفيديو هذا جزاكم الله خيرا. في هاد العواشر ديو اجر ان شاء الله، ديو اجر باش يعني نزيدو يعني قدما يعني في المحتوى وفي كل شيء ان شاء الله. السلام عليكم، ونخليكم مع الفيديو الإخوان. السلام عليكم دكتور محمد عمرون، بالنسبة للأسباب التي ساقها وزير الخارجية الجزائري، هل تمثل الأسباب الحقيقية العميقة للقطيعة الأخيرة؟ بالفعل، هو أولا مساء الخير ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة العربي. أعتقد بأن وزير الخارجية في بيانه الصحفي عدد مجموعة من الأسباب، ما لا يقل عن 9 أسباب رئيسية دفعت الجزائر إلى قطع علاقتها مع الجار المغرب. واعتقد بأنه إذا ما رجعنا إلى العلاقات الجزائرية المغربية منذ سنة 1962 يجب أن نعترف بأنها كانت علاقات أزمة لا تخلو 10 سنوات تقريبا، في كل مرحلة من هذه المراحل إلا وحدثت أزمة. لكن أعتقد بأن هذه المرة 3 أسباب رئيسية دفعت الجزائر إلى اتخاذ هذا الموقف الغير مسبوق. يعني لو نظرنا إلى تاريخ العلاقات الجزائرية المغربية، عندما قطعت العلاقات في سنة 1976 كان المبادر بقطع هذه العلاقات هو المغرب. اليوم الجزائر هي التي بادرت بهذه القطيعة، وبالتالي أعتقد بأنه 3 أسباب رئيسية دفعت الجزائر إلى اتخاذ هذا الموقف. الأول وهو مذكرة عمر هلال المندوب الأممي للمملكة المغربية في نيويورك، عندما تجاوز في اعتقادي كل الخطوط الحمراء عندما دعا صراحة إلى تقرير مصير منطقة في الجزائر، وبالتالي هو يعتبر عدوان على دولة سيدة حدودها معروفة في الأمم المتحدة. هذا ما أثار من دون شك ردود فعل قوية في الجزائر. النقطة الثانية وهو التطبيع مع الكيان الصهيوني. طبعا نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول، المغرب من حقها أن تطبع مع من شاءت وتقيم علاقات مع من تشاء، لكن أن يصبح هذا الكيان مهددا للأمن القومي الجزائري من خلال ما سمعناه في زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الأخيرة إلى المغرب بأن اعتدى على الجزائر وبحضور وزير الخارجية المغربي، أعتقد بأنه ما فهمه صانع القرار الجزائري بأن هناك تواطؤا مغربيا صهيونيا من أجل إداية الجزائر، خصوصا وأن التصعيد المغربي غير مسبوق من خلال مذكرة عمر هلال إنما جاء بعد إعادة العلاقات المغربية الصهيونية. وهنا اسمحي لي أن أذكر بأنه كجزائريين لدينا إن صح التعبير فرضية سياسية تقول بأنه كلما تحسنت العلاقات المغربية الإسرائيلية،
كلما ساءت العلاقات الجزائرية المغربية. ففي سنة 1961 عندما بدأت العلاقات المغربية الإسرائيلية تتحسن حدثت حرب الرمال سنة 1963. في سنة 1994 عندما فتحت المغرب مكتب اتصال للكيان الصهيوني قطع أو فرضت المغرب تأشيرة على الجزائريين، وبالتالي واتهمت الجزائر بأعمال إرهابية في مراكش. لذلك أعتقد بأنه لا يمكن أن نعزل قرار الجزائر الأخير في قطع علاقاتها مع المغرب بهذين الحدثين الذي أعتقد بأنهما مسبوقين في تاريخ العلاقات العربية. فلم يحدث وأن أقدم وزير خارجية الكيان بأن هدد هذا المعطى سنتوقف عنده لنعرف أيضا رأي ضيفنا من المغرب، ولماذا لم تقدم الرباط أي رد أو تحفظ على تصريحات وزير الخارجية. لكن قبل أن أصل إلى هذه النقطة دكتور إدريس، برأيك لماذا انتفت كل الخيوط الدبلوماسية لحل المسافات والمسائل المتباعدة بين البلدين، ما أدى بالأمر إلى إعلان القطيعة بين الجارتين؟ بداية ينبغي الإشارة إلى أن خيار القطيعة هو خيار خاطئ في كل، يعني حتى المبررات التي سيقت إلى حدود الساعة هي مبررات يعني يمكن أن نعتبرها أنها واهية وغير موضوعية. كذلك الظرفية التي جاءت فيها القطيعة هي ظرفية مع الأسف حبلى بالتحديات التي تلقي بظلالها على المنطقة المغاربية برمتها بما فيها البلدين. عندما نتحدث عن تصريح السيد عمر هلال في الأمم المتحدة، طبعا نحن نركز على رد الفعل ونحن ننسى الفعل. السيد عمر هلال عندما رد على إقحام نقاش مرتبط بقضية الصحراء المغربية في مناسبة لا علاقة لها بالموضوع. في حين عندما نتحدث عن موقف المغرب الرسمي فهو يتجسد من أعلى السلطة بالبلاد، والتي تجسده المؤسسة الملكية، والتي أكدت في من خلال آخر خطاب للعاهل المغربي على أنه لا يمكن للجزائر أن تمس بسوء من قبل المغرب. وتم مد اليد وتم التأكيد على مجموعة من الإشارات التي تبرز رغبة المغرب في تعزيز علاقته مع الجزائر لبناء البناء المغاربي ولتعزيز العلاقات وتجاوز حالة الهدر. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، فهذا أمر أولا يمكننا أن نستحضر المبررات التي ساقها المغرب في هذا الشأن. طبعا هناك عدد كبير من اليهود المغاربة الذين يعيشون نحن يعني ليس هذا هو موضوع تقدير موقف. يعني ربما تناولنا مسألة التطبيع المغربي الإسرائيلي في حلقات سابقة، نود أن نتحدث عنها كجزء من أسباب القطيعة الأخيرة بين البلدين، والجزائر أوضحت بأنه قرار سيادي مغربي لكنها ضده. هناك نقطة فقط، وهو أن الرد السلبي الجزائري من فتح الحدود ومن تعزيز العلاقات هو ليس يعني جاء بالرفض أو لم يتم التفاعل معه بشكل إيجابي بعد فتح هذه العلاقة، ولكن حتى قبل بضعة سنوات، حوالي 3 سنوات، أتذكر دعوة الملك محمد السادس الجزائر إلى إحداث آلية لتجاوز الخلافات وللانكباب كما قلت على مجموعة من القضايا الحقيقية التي تهم الشعبين، ولكن مع الأسف لم يكن هناك رد. ومع العلم على أن الدعوة، وأنا طبعا كما ذكرت في البداية أنا رئيس منظمة العمل المغربي، واستضفنا مجموعة من الباحثين من الجزائر وأيضا من البلدان المغاربية، وكنا دائما ننادي بفتح الحدود وننادي بتجاوز حالة الهدر. وبالتالي هذا ليس فقط دعوة من المغرب الرسمي، دعوة أيضا من المجتمع المدني. وأعتقد أن هناك عدد كبير من الفاعلين المثقفين والمدنيين بالجزائر كذلك يعني يؤمنون بهذا الخيار، يؤمنون بخيار التواصل. ولذلك أنا قلت منذ البداية على أن خيار القطيعة هو خيار غير مربح. كان من الأفضل التأني، كان فتح قنوات الحوار، خصوصا وأننا كنا دائما نفتخر بأن تدبير الخلاف المغربي الجزائر وعلى خلاف بعض المناطق الأخرى كان يتم بالتعقل والتروي برغم الأزمات التي أشار إليها الزميل الجزائري. فبالتالي أنا أعتقد أن الأمر كان فيه نوع من التسرع. دكتور عبد اللطيف، من زاوية تونس الصديقة للبلدين المغاربية، وربما رؤية غير المغاربي الذي يسأل لماذا لم يستطع المغرب والجزائر الحفاظ على علاقة مستقرة أو
متأزمة لكنها لا تصل إلى القطيعة إلا مرة واحدة كما ذكرنا في سبعينيات القرن الماضي. وهناك من يقارن لماذا لا تكون هذه المشاكل بهذا القدر بين تونس والجزائر مثل ما هي بين الجزائر والمغرب أو غيرها من الجارات المغاربية. مرحبا بكم وبالسادة المشاهدين والزملاء الضيوف الكرام. في الواقع لا يمكن الحديث عن طبيعة العلاقة بين الجزائر والمغرب مثل علاقة مثلا تونس والجزائر. الأمر مختلف. تفضلت بالبحث أو سألت عن العوامل أو الأسباب أو الظروف العميقة لتوتر هذه العلاقات. هي في الواقع هذه العلاقات تستمد جذورها من الأربعينيات، من أواخر الأربعينيات، في ظل حركة التحرر الوطني، وخاصة في مكتب المغرب العربي بالقاهرة ولجنة تحرير المغرب. ثم هناك حدث هام جدا وقع سنة 1956 عندما تم إنزال الطائرة المغربية التي كانت تحمل القيادة الثورة الجزائرية آنذاك، واتهمت الجزائر المغرب آنذاك بتعاونها مع الحكومة الفرنسية. ومنذ تلك اللحظة في الواقع بدأت التوترات التي وصلت ذروتها إلى حرب الرمال سنة 1963. ثم الذروة القصوى هي مسألة الصحراء، وخاصة اعتراف الجزائر بالبوليزاريو. هذا الحدث هو أعتقد الحدث الذي ساهم بشكل واسع وعميق لتوتر العلاقات منذ تلك اللحظة. برغم بطبيعة الحال نحن نأسف أسفا عميقا لما يجري الآن وحتى قبل ذلك. بالنسبة لتونس، المرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة عند خلافه مع الجزائر تنازل على جزء هام من الأراضي التونسية لصالح الجزائر، ما تعرف بالبورن 237 أو هكذا. ومن أجل كانت عنده رؤية استراتيجية، قال أن العلاقة بين الشعبين هي علاقة عميقة ومستقبلها هو أفضل بأن أتنازل على قطعة أرض لا تساوي شيئا من أجل هذه العلاقة. الأمر مختلف بالنسبة للعلاقات المغربية الجزائرية، وخاصة كما قلت قضية الصحراء. والمشكل أو العميق فعلا هو تداخل عوامل أخرى ليست محلية ليست إقليمية وإنما هي دولية. لا يمكن فصل ما يجري الآن في هذه التوتر هذه العلاقات على كذلك المنطقة ككل وما يحدث فيها من تحولات، سواء في ليبيا سواء في تونس أو في غير ذلك، بل حتى في المنطقة المتوسط. العلاقات المغربية الجزائرية عفوا المغربية الإسبانية، العلاقات الإسبانية كذلك الجزائرية. هناك دول لها مصالح معينة في استدامة هذا التوتر بين البلدين الشقيقين اللذين يجمعهما تاريخ واحد، حضارة واحد، شعب في الواقع واحد في دولتين. ولذلك من هنا هذا الأسف الذي نعبر عنه، لأن الخسائر أو التداعيات أو الانعكاسات ستكون واسعة بين الطرفين. وهنا للأسف نعم تمكن البلدان كما تفضلتم العقلانية السياسية العقلية السياسية. من هنا سأعود لك ضيفنا من الجزائر دكتور عمرون. هناك من يركز على وضع النظام الجزائري اليوم بعدما مرت به الجزائر وما تمر به من أزمات داخلية، وبالقول بأن البلدين اللذين استطاعا حوكمة العلاقات بينهما على الرغم من الأزمات، لماذا انفجرت الأمور بينهما الآن؟ هل يحاول النظام الجزائري تصدير أزماته الداخلية كما يتهم من خلال مسألة قطع العلاقات مع المغرب؟ شوف، أنا أعتقد بأنه هذه المسألة يجب أن نعترف بأن كل أنظمة المغرب العربي تقريبا تعيش أزمات اقتصادية، أزمات داخلية لعدة أسباب، وفي بعض الأحيان حتى أزمات سياسية. لكن أعتقد بأنه طالما كانت الجزائر والمغرب تحافظ على حد أدنى من العلاقات الدبلوماسية، على حد أدنى من التفاهمات، أنا قلت بأنه ما حدث مؤخرا يعتبر تجاوزا غير مسؤول من المغرب، بدليل أنه العثماني رئيس الحكومة الحالي المغربي
تحدث مؤخرا بعدما تم قطع العلاقة مع المغرب، تحدث وحاول أن يبرر بأن ما أقدم عليه عمر هلال إنما هو تصرف شخصي. يجب أن نفرق، لكل دولة أزماتها الداخلية من دون شك، لكن علاقتنا مع المغرب أعتقد بأنه كنا دائما نحن والمغرب نحافظ على حد أدنى من المسؤولية السياسية، لكن مؤخرا منذ اعتراف ترامب بمغربية الصحراء شعرنا بأن المغرب أصبح متهورا في دبلوماسيته، بدليل عديد الأزمات التي أوقع نفسه فيها مع إسبانيا، مع ألمانيا، مع الاتحاد الأوروبي، ثم مع الجزائر. لذلك يجب أن نفهم حقيقة الخطورة التي أقدم عليها النظام المغربي. ثم لو كان النظام السياسي الجزائري يريد أن يصدر أزماته للخارج، نقول لك بأنه الجزائر أعطت مهلة للمغرب بأن ترد على موقف عمر هلال، لم نستمع لأي رد. استمعنا إلى خطاب الملك المغربي في عيد العرش عندما قال بأن الشر لن يأتي للجزائر من المغرب، ابتهجنا به وقلنا قد يكون هذه المرة صادقا، لكن اصطدمنا بعيد هذا الخطاب مباشرة وزير الخارجية الكيان الصهيوني يعتدي دبلوماسيا على الجزائر في أرض مغربية. إذن كل المعطيات الحالية تقول بأنه التصعيد كان مغربيا. رد الفعل الجزائري الآن نعم غير مسبوق بالنسبة لنا كجزائريين، على اعتبار أن الدبلوماسية الجزائرية كانت دائما تقدم حسن الجوار، تقدم الحوار كأحد الأساليب لحل الخلافات السياسية. لكن هنا يجب أن نعرف بأن تغيير طبيعة النظام السياسي، هناك صناع قرار جدد في النظام السياسي الجزائري يبدو أنهم ينظرون إلى العلاقات الجزائرية المغربية بأكثر حزم وبأكثر صرامة مقارنة بالنظام السابق. نحن نتذكر في 2013 حدثت أزمة أيضا خطيرة عندما أقدم شاب مغربي على تقطيع وتمزيق العلم الجزائري. رغم ذلك الجزائر لم تقم باحتجاج كبير أو أنها كان رد فعل قوي. اليوم أعتقد ما قام به ليس مسؤول، يعني ليس مسؤول مغربي، كل المعطيات يعني قام به شاب اعتبر بأنه تصرف، لكن يدخل إلى قنصلية من دون شك، لكن يدخل إلى قنصلية بلد ويسمح له بالدخول إلى قنصلية بلد، ثم بعد ذلك يعفى عن طريق محاكمة سورية ويقدم على أساس أنه دخل إلى ملكية خاصة، هذا غير مقبول. لكن نتجاوز سنة 2013. أنا أعتقد بأنه فهم طبيعة العلاقات المغربية الجزائرية، حقيقة هناك تنافس إقليمي، من حق المغرب أن تبحث عن دور إقليمي، ومن حقنا أن نبحث عن دور إقليمي، من حق المغرب أن تدافع على ما تسميه بصحرائها المغربية، ومن حقنا كجزائريين أيضا أن ندافع عن موقفنا باستقلال الصحراء الغربية، أو على الأقل دعم هذا الشعب للاستفتاء. لكن كنا كما قلت في آخر مطافنا نتفق على الحد الأدنى من حسن الجوار. ما أقدم عليه عمر هلال ووزير خارجية الكيان أعطى انطباع بأن هناك عدوان مغربي. دعني أنتقل بهذه النقطة للدكتور. الآن الموقف الجزائري طيب سنعود لتكملة الفكرة فقط حتى نكون عادلين في توزيع الإجابات. دكتور إدريس، هل فقد المغرب حقيقة رؤيته الاستراتيجية في تحقيق التوازن مع الجار الأقرب من خلال قراراته الأخيرة، من خلال تصريحات مسؤوليه؟ وربما أكثر نقطة يتم التركيز عليها هي تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي من داخل الأراضي المغربية ضد دولة شقيقة وجارة هي الجزائر، دون تحفظ مغربي على ما صرح به المسؤول الإسرائيلي. هو بداية نحن هنا طبعا كباحثين نتحدث كباحثين، نعم. ويفترض أن نتعاطى مع الموضوع بقدر من الموضوعية. الزميل الجزائري الذي يتحدث عن تصريح هلال طبعا وهو دبلوماسي لا يمكننا أن نقارنه طبعا مع المسؤول الرسمي عن تمثيل الدولة وهي المؤسسة الملكية، طبعا مع العلم أن الأمر يتعلق بتصريح في مناسبة لها سياقها كما تحدثت قبل قليل، وفي محفل أممي أيضا دكتور إدريس. وينسى عفوا أن الجزائر ظلت طبعا تدعم البوليساريو التي هي طبعا تسعى إلى تقسيم المغرب عسكريا، هذا الدعم العسكري والدبلوماسي، وتستضيفها فوق ترابها، وقادتها يتحركون بجوازات جزائرية إلى غير ذلك.
كل هذه المعطيات المغرب ظل كذلك يستحضر عمق الروابط ويستحضر كذلك حسن الجوار، ولم يكن له رد فعل مثل ما كان بالنسبة للسلطة الجزائرية التي انزعجت من مجرد تصريح. فأنا أريد أن يتسع طبعا خاطر الزميل الجزائري لكي يقارن ما بين هذا السلوك الذي هو طبعا امتد كما قلت على امتداد أكثر من 40 سنة، وبين تصريح داخل الأمم المتحدة في سياقة اعتبرتها أنها رد فعل. الجانب الآخر عندما نتحدث طبعا عن ما يجري الآن، أنا أعتبر بأن ينبغي أن ننطلق أولا مثل ما قال الأستاذ الدكتور الحناشي، ينبغي أن ننطلق من الهدر الذي طبعا اليوم مطروح في المنطقة نتيجة هذا السلوك. فعلا هناك يعني حقيقة قد نتفهم بعض الأمور بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك، ولكن كل ما ينبغي أن نستحضره هو إرادة الشعوب. لا يمكننا أن ننفي الروابط المتينة التي تحدث عنها الأستاذ الحناشي، لا يمكننا أن ننفي، لا يمكننا فقط أن نسوق وكأن المغرب والجزائر ظل يعني يعيشان حالة حرب، ونحن كباحثين يفترض أن نروج للمشترك، أن نروج للأمور البناءة، نروج للهدر الناجم عن غياب هذه العلاقة. وأعتقد بأنه ليس في كل الأحوال ننساق وراء قرارات مجازفة، والمنطقة العربية حقيقة يعني فقدت الكثير من التبن هذا غادي يوصلهم حتى إعصارهم كامل، إعصارهم تعصيرا كاملا. أما الخوت قليلا ندعكم ونقول لكم كان معكم وحبيبكم يوسف من أوروبا، ونتمنى من الله تشاركوا في هذه القناة الجديدة. بغيت يعني نخليها دائما يعني نعبروا على الرأي والرأي الآخر في أوروبا. ما كرهتش يعني دعموا هذه القناة باش يعني نهضروا أوروبا على الصحراء المغربية، ونهضروا يعني الناس اللي في أوروبا كيفاش عايشين مع الجزائريين خوا ولا طاوة. ونعود لكم على المرة الجاية، ونعود لكم على صحابي الجزائريين المهم الخوت قليلا نقول لكم الخوت الله يرحم بالوالدين. سبسكرايب، لايك، جيم هي لايك، ابوني هي سبسكرايب، سكريتو طاليانية وقيلة يعني مكتوبة عندي بالطاليانية، تنقول لك واقيلا سكريتو تاعي. ما الخوت كان معكم يوسف دياجي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن تفاعلوا مع هذا الفيديو هذا ونشروه يعني مع أصحابكم وأحبابكم يعني في نطاق واسع. مما الخوت.